ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ وحشتونا. سلمي عليكم. عاملين ايه؟ ده بعد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا. ليكوا وحشه. قلنا بقى نتغدى كالعاده معاكم. اخرنا برضو شويه في الغدا، بس قلنا برضو ايه، مش هينفع نحرم نفسنا منكم يعني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كلوا معانا. النهارده وصفه الاكله بتاعت النهارده دي انا عملتها ونزلتها شورتس. تعجبكم قوي. تقولي لي زي ما بتقولي لي. ولا قولي ناكل ايه؟ اكلتي ايه؟ ناكل رز. هو ده اسمه ايه؟ مش ماشي. رز بسمتي. والفراخ دي شوحناها، وجرجير وشيبسي وسلطة دقوش بتتحط على الرز بسمتي. شوفوا الطريقة الوصفة بقى. كلها والطريقة في الشرب. عملت لهم شيبسي بايدي. والجرجير بقى، انتوا عارفين الحاجات الخضرا والخضروات الورقية دي بتبقى جميلة ازاي مع الأكل. لما عديت على السوق النهارده جبت، لقيته قدامي قلت والله ما هفوتك. اتفضلوا معايا. معلش انا مهيسة شوية عشان تعبانة لسه، بس الحمد لله اطمنوا انا بقيت كويسة يعني. اكيد اتحسنت عن امبارح. هي نوبات كده بتجيلي من حين لاخر، وغالبا السبب فيها الغدة الدرقية، لان انا عندي الغدة الدرقية، فهي متقلة القلب شوية، متقلة نبض القلب، مضاعفاه، خليها النبض ضعيف يعني. ده اللي انا شفته قبل كده كذا مرة في رسم القلب من بعد ما اتصبت بالغدة يعني. الحمد لله على كل حال. بس الحمد لله انا كويسة وبطمنكم والله، وبشكركم وبشكر كل بجد اللي قلق عليا وفكر يسأل، واللي سأل في الكومنتات وسأل في الكومنتس بتاعت اللايف بتاعت امبارح اللي تعبت فيها. بشكركم قوي 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 والله العظيم، واحد واحد. كل اللي سأل عليا اثناء اللايف وانا فاتحه اللايف وبعد ما قفلت. من ضمنهم دكتوره ملك، ميرسي يا حبيبتي، انتي قلقتي عليا وقلتي لي لازم انتي وكذا حد غيرك يعني اللي اذكره واقوله. وكذا حد قال لي معاكي برضه نجيلي المستشفى، ما تسكتيش ما تستنيش. متشكره قوي يا حبيبه قلبي، ومتشكره قوي يا ابتسام ويا ريماس وجيرل ومحمد محمود وكل اللي سأل عليا وكل اللي قلق عليا. بشكركم قوي والله العظيم من كل قلبي، وبحبكم جدا، وبدعي لكم يا رب يكفيكم شر المرض وشر المستخبي وشر فواجع الأقدار وتغيرات الزمان، تقلب حوادثه. يا رب ما يغير عليكم أبدا. يا رب يحميكم ويحفظكم ويجعل دايما الصحة تاج فوق رؤوسكم ورؤوس أحبائكم. ما تشوفوا حاجة وحشة في حبيب ولا غالي، ولا تشوفوها في نفسكم أبدا. يسعدكم وينجحكم ويوفقكم ويكرمكم ويصلح أحوالكم ويديكم الصحة يا رب طول العمر. صحتكم ما تتغيرش عليكم أبدا، لأن والله العظيم الصحة دي فعلا تاج فوق رؤوس الأصحاء. ما يشوفهوش غير المريض، غير لما بنتعب بقى وبنمرض ولا في حاجة لا قدر الله بتصيبنا، بنعرف قد ايه احنا كنا في نعمة وقد ايه احنا كنا مش حاسين بيها. النعمة دي الصحة دي. فربنا ما يحرم حد يا رب ابدا من صحته ومن عافيته و... وبشكركم المرة المليون والله العظيم على اهتمامكم بيا واحساسكم بيا وخوفكم عليا. وانا بحبكم قوي زي ولادي والله، والله العظيم كلكم بحبكم زي ولادي. ما كنتش اعرف ان انا في يوم من الايام كده هتعرف ويبقى ليا
محبين وناس بيسالوا عليا وبيطمنوا عليا وبيخافوا عليا كده. يعني انتوا نعم الاهل والله، انتوا الاهل اللي انا يعني حاليا انا محرومه منهم، مش موجودين معايا. وحيده في بلد غريبه، بقالي سنين فيها واتعودت عليها، بس من غير عيله، من غير ناسي، برضو هم بعاد، كل واحد في حياته وفي دنيته وفي ظروفه وفي مشاكله. الله يعين كل واحد على شيلته. مش مقصرين طبعا معايا، ودايما مع بعض في السؤال والاتصال والمناسبات، ما بنسيبش بعض، بس برضو غير لما تبقى معايشه يوميه. فانتوا بقى اللي حليتوا محل العيله والاصدقاء والاهل، بجد والله العظيم. فبجد انتوا على راسي، وبحبكم قوي، وسعيده بوجودكم. ويعني انتوا اسعدتوني، وبجد انتوا اللي خففتوني امبارح. كلامكم النهارده في سؤالكم في الكومنتات بتاعه الفيديو، وامبارح في اللايف، اثناء اللايف لما تعبت بجد انبسطت والله العظيم. انتوا اللي خففتوني، انتوا اللي خففتوني حقيقي. فربنا يسعدكم ويجبر بخاطركم يا رب، زي ما جبرتوا بخاطري. ويسعدك يا لولا يا رب. ادعوا للمار وادعوا لسيف ابني، ربنا يحفظهم ويسعدهم وينجحهم ويديهم يا رب اوفر حظ في الدنيا وفي الاخره، وانتوا كمان ولكم بالمثل. ومبروك بالمناسبه النهارده، انا لسه سامعه نتيجه الثانويه العامه، الناس كلها فرحانه وبتزغرط ومبسوطه قوي بالنتيجه. ربنا يا رب يفرح كل بيت في مصر بعياله، كل اللي في شهاده او كل اللي في ثانويه عامه، وكل اللي المفروض مستني نتيجته يا رب يفرح وينجح ويجيب المجموع اللي كان بيتمناه، والسنين الجايه تبقى خير عليه يا رب. الف الف مبروك. تعالوا كلوا بقى معانا. سلطه الدقوش بقى، حركاتها وتكاتها مع الرز البسمتي ده ما اقولكمش، مع حته فراخ كده مشويه على الجريل. بصوا بيشو عينه في حته الفرخه وقعت من على المعلقه. خدي بسبوس. عمالين ايديا حيدانين قالوا اللي بتكلمشني منه فاصله، بتبقى في اللايفات بقى ملعلعه. ملحها مظبوط ولا اي كلام؟ لا مظبوط. حلو يعني. يقول يا بنتي خطفاكي ولا ايه؟ خطفاها ليه محتللاها؟ بلع سد الحنك. امال بنبقى في اللايفات ايه؟ لساننا طول كده.
اقول ايه؟ ال7 لسان 4. ايه؟ اقول ايه؟ متعرفش تتكلمي ولا تاكل. يلا اشوفكم على خير، استنونا بقى في اللايف اللي جاي، مش هنتاخر قوي يعني عشان مش عايزين نسهر ولا نسهركم معانا. باي باي يا حبايبي.